المهدي المهدي قادم قادم ناصر ناصر للثوار. المهدي المهدي ثاني ثاني شاهد شاهد سيف الثار. المهدي المهدي فجر فجر للأحرار. حكم الصلاة في مسجد شيعة باطلة، أنا أراها باطلة. الصلاة في مسجد شيعة أنا أراها باطلة، للي أن هذا مسجد شيعة لازم يعيد، لأن عندهم بدع، عندهم تربة. دخلت أنا مسجد شيعة غلط، وجدت صندوق كبير ترب، أوف، عرفت أنه مسجد شيعة. مسابيح، قال لي هاك مصباح أسود. فأرى أنا هذا اجتهاد مني، ما أدري، يمكن يخالف بعض الناس، أنا قال الصلاة في عندهم باطلة. شيخنا تكلمت باليوتيوب، قلت لأن يعني العلة في عدم تجويزك للصلاة في مساجد الشيعة باعتبار أن فيها بدع. بدع عند مصباح بدع أنا أراه. نعم. بعدين هذا علي راصد. يعني الحين أسس حق نقطة شيخنا، أن أي مسجد فيه بدع لا يجوز الصلاة فيه. أي بدعة؟ أعطني إياها مثال. يعني على سبيل المثال التراب والمسابيح اللي أنت استشهدت فيه على مساجدنا. إي ما أرى الصلاة في هذه، ما أرى. إي لأن فيها بدع. إي لأن فيها بدع. تربة، والتربة فيها دم. فيها بدع، لا فيها بدع شيخنا مو؟ يعني التربة هذه الله يسلم فيها دم الحسين اللهم يرضى عنه. إي. حللت أنت شيخنا؟ ها؟ حللت التربة فيها دم؟ والله هذا اللي يقولونه، أنا اللي عارفه من الشيعة. شيخنا أنت تبني رأيك على ناس يقولون؟ في أي مسجد في بدع يعني. أي مسجد؟ يعني إذا في قبر بعد من القبور. زين شيخنا احنا خلينا نأسس حق نقطة عريضة، أساس يعني أساس علمي. نقول بأن أي مسجد فيه بدع لا تجوز الصلاة فيه، صحيح؟ نقدر نثبت هالنقطة؟ يعني ممكن أنا أقول بدعة، غيري من علماء السنة يقولون يعني أعلم مني وأكثر مني وأحسن مني وأتقن مني، يقولون يجوز. المسألة خلافية يا أخي. لا أنا قاعد أناقشك في رأيك شيخنا. لا أنا ما يستفيد منها شيء أنت. يعني أنا قلت أنا بدعة، يعني شو السالفة يعني؟ قد يكون أنت أخطأت شيخنا وأنا أناصحك، فاسمح لي أناقشك في رأيك. أنا أخي الكريم، أنا هذا يعني فرع من أنت الآن صلاة عندكم تجمعونها بين الظهر والعصر، ما ناخذك في هذه، هذه أصول. عندك التربة يا أخي، أنا أقول حق ربعي وايد يا جماعة، لا ناخذ الشيعة في أصول في فروع الدين. نعم. وتحط يدك على الصدر ولا كذا. نعم. التربة هذه فيها كذا، لا تغشهم هذه، لا تغشهم، تتعب وتضيع، يغلبونك. أنا أقول لهم يغلبونك. إيه طبعا لأن حجة قوية. لا أنا ناقشك والله، ما تغلبني أنت وربك، لا أنت ولا أكبر شيء عندكم. ولا تزكوا أنفسكم شيخنا، يعني أنت عن الصحابة، لا هذا لا في المجال هذا يجوز أخي. لا شيخنا احنا الحين يعني أنا قاعد أكلمك بكل احترام وتقدير، وأبين لك أخلاق أهل البيت، يعني أنا احتراما لسنك أنا ما أتكلم، بس أنا اسمح لي أناقشك في رأيك يعني، بس فقط لا غير. لا تقول آل البيت يا أخي، خلينا أمشي الآن آل البيت. أنت تعرف آل البيت ولا آل البيت؟ تعرفهم أنت؟ لا علمني. آل البيت على علم وراسي يا أخي، هذا كلام ما في خلاف بين المسلمين. أنا أشعر عن سب الصحابة أخي، تكفير الصحابة. لا أنا الحين مو قاعد أناقشك بالصحابة شيخنا، أنا نتصل فيك، اسمح لي إذا تسمح لي شيخنا. ما نكشف التربة أخي، التربة والله نضيع. ولا أناقشك بالتربة، اسمح لي أناقشك في رأيك. مساجد الشيعة فيها التربة، مساجد فيها الكذا، هذه يا أخي أناقش عن أصول الدين. أنت بتناقشت عن أصول الدين. أنا بناقشك في فكرة معينة صغيرة شيخنا، فكرة جدا دقيقة أنت أسست لها. اسمح لي شيخنا، أنا سمعت منك الحين، أنت اسمح لي. أنت أسست إلى نقطة بأن المساجد التي فيها بدعة لا يجوز الصلاة فيها، فالأولى منكم شيخنا أن تطبق هالقاعدة هذه اللي أنت أسستها على مساجدكم، لأن مساجدكم تقام فيها بدعة صلاة التراويح. فأي مسجد فيه بدع على أساس قاعدتك هذه أنه لا يجوز الصلاة فيها، فالأولى تطبق هذه القاعدة على مساجدكم. هذه واحدة. اثنين، إذا قلت المسجد اللي فيه قبر، فالمسجد النبوي مو في قبر واحد، في 3 قبور: قبر الحبيب المصطفى، وقبر الخليفة الأول، قبر الخليفة الثاني. إيه لا أنت
ثم أسألك سؤال ثالث شيخنا إذا تسمح لي. أنا أسألك عطني دليل على جواز السجود على السجادة، دليل واحد. أبي حديث ضعيف أو مكذوب أو مرسل أو أيا كان سنده أن النبي صلى الله عليه وآله سجد على السجادة. فقط هالسؤال هذا، وأنا قاعد أناقشك في رأيك في كل احترام. نقاش معك ضايع في الأمور هذه، قاعد تبني أمور خطأ في خطأ في خطأ مركب. أنا أشرح القرآن الكريم، القرآن الكريم يمدح الصحابة، يثني على الصحابة. شيخنا ايش دخل الصحابة الحين؟ أنا قاعد أسألك يا شيخنا الفاضل بكل احترام، عطني دليل من عندك بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى على سجادة. والله ما تعرف أنت، ما تأخذ بكلامنا. أقول لك حديثين في مسلم في البخاري، ما تأخذ. أقسم بالله إذا جبت لي حديث في البخاري وفي مسلم أن النبي صلى على سجادة، أنا هذه التربة ألقيها وأزيد على السجادة. بل أنا أزيدك شيخنا في رأي ابن تيمية، أقرأ لك رأي ابن تيمية في السجود على السجادة شنو؟ رأي ابن تيمية أن السجود على السجادة من البدع. اي اقرأ لك اياها شيخنا؟ أعطيك إياها. تفضل شيخنا اقرأ. هذا مجموع الفتاوى. أنت هذا اسمح لي أعطيك المصدر. افتح كتاب شيخنا، أنت طلبت المصدر. شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن الصوت على السجادة بدعة. السجاد اي نعم. افتح شيخنا مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية المجلد 22. أقرأ لك إياه بالحرف الواحد. وسئل عمن يبسط سجادة في الجامع ويصلي عليها هل ما فعله بدعة أم لا؟ فأجاب الحمد لله رب العالمين، أما الصلاة على السجادة بحيث يتحرى المصلي ذلك فلم تكن هذه سنة السلف. وانتم تدعون انكم سلفيين. فلم تكن هذه سنة السلف من المهاجرين والأنصار ومن بعدهم من التابعين لهم بإحسان على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى آخره. معي شيخنا؟ تمام. أنا أناقشك فيه إن شاء الله بعدين. أقرأ لك شغلة ثانية شيخنا في صفحة 165. وهذا بين أنهم لم يكونوا أي الصحابة يصلون على سجادات بل ولا على حائل. هذا اللي طالبتك. أعطيك مصدر ثاني أيضا لابن تيمية، مصدر ثاني الجزء 24 شيخنا. بدي أقول 165 ها؟ 164 165. جيد. لاحظ شو يقول أيضا شيخ الإسلام، أن أصل الفرش بدعة. أصل الفرش بدعة لا سيما في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المجلد 24. الصفحة أعطيك إياها تسمح لي شيخ من دقيقة واحدة. الصفحة 216 في المحلى عن عطاء ابن أبي رباح أنه لا يجوز، انتبه شيخنا، لا يجوز الصلاة في مسجد إلا على الأرض. زين هذا عبد الله بن عبد الرحمن بن مهدي فرش السجادة بالمسجد، سوى له مالك بن أنس فأمر بحبسه تعزيرا له حتى روج في ذلك، فذكر أن فعل هذا في مثل هذا المسجد بدعة يؤدب عليها. بدعة. انزين اسألني شيخنا سؤال، هل الرسول صلى الله عليه وآله سجد على الحجر؟ هات ما عندك إبراهيم. حاضر. لا أنا أسألك الحين سؤال. الحجر كان يعني ما كان موجود هناك فرش على عهد الرسول. لا على الحجر. الحجري عندك شيء ثابت فيه؟ عطني. حاضر. المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري، الجزء شيخنا الجزء الأول الحديث رقم 1740 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى على الحجر، وهذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. الذهبي قال في التلخيص وصحح ذلك.
الذهبي في التلخيص. إذن السجود على الحجر ليس بدعة، وإنما هي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والسجود على السجادة هي البدعة. أخ إبراهيم جميل، أنا سجلت هذا. هذا الحديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. فأنت شيخنا الفاضل خلط بين البدعة وبين السنة، خليت السنة بدعة والبدعة سنة. هذا من جهلي هذا. لا مو من جهلك، لا بس احنا شيخنا نناصحك، واسمح لي انا نفس ابنك يعني. لا زين، حياك، انصحني وانا اتقبل اي حقيقة. الله يعزك، الله يسلمك ان شاء الله. اي انسان يعني شيخنا احنا يجمعنا وطن واحد، تجمعنا قبلة واحدة، نبي واحد، ربنا واحد، خلافات جزئية. ايدي بايدك شيخنا نبني وطن ونجمع ما نفرق. يا رب يا رب يا امين. والله اللهم ذلك. يا رب اذا كنت انت صادق بالمسألة هذه انا اكون صادق، شيء عظيم والله. عزيز وغالي شيخنا. تسمح لي شيخنا استأذن. الله يعطيك العافية، ان شاء الله اتصل وياك باذن الله. عزيز وغالي، حياك الله. المهدي قادم